بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتوقف كعادتنا في هذه الدقائق القليلة حول حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وطبعا أسامة بن زيد من صغار الصحابة، لأن باباه والده كما هو معروف والده كان مربي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة، واللي مذكور في القرآن، وقصة تبني قصة طويلة. أسامة بن زيد رضي الله عنه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم خلى وصية قبل ما يموت ونفذها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. بعث جيش، الرسول صلى الله عليه وسلم خلى وصية قبل ما يموت، بعث جيش من المسلمين ودار القائد عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنه. هذا أسامة بن زيد رضي الله عنه اللي كان يقول عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الحب ابن الحب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب زيد بن حارثة وكان يحب وليد زيد، يعني كذلك أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث اللي راح نتوقفوا عنده اليوم إن شاء الله. وش يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل يوم القيامة في النار فتندلق أقتاب بطنه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في النار في جهنم كاين شخص إنسان يجيبوه للنار أهل العذاب والعياذ بالله، ربي عافينا وإياكم جميعا. تندلق أقتاب بطنه، يعني الله تعالى هذا الرجل اللي في النار يخرج له مصوره كما نقولوا بالدارجة، مصوره كامل واش كاين في كرش الإنسان وتطيح في الأرض. تندلق أقتاب بطنه كما نقولوا بالدارجة، تدفق كامل المصارن واش كاين في كرشه كامل يخرجها له الله تعالى في الأرض. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار على الرحى. كما بكري الطريقة التقليدية كانوا باش يحصدوا الله يدرسوا الله، يا أخي كان يديروا حمير أكرمكم الله ويدوروا هكذا، وهذيك الآلة التقليدية راهي تدور راهي تدرس كما يقولوا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار حول الرحى فيجتمع إليه أهل النار. موقف صعيب، واحد يجيبه ربي سبحانه في جهنم يخرج له كرشه ومصوره كامل وتطيح في الأرض ويدور، يقعد يدور في العذاب في جهنم والعياذ بالله. ومن بعد أصحاب النار يشوفوا حاجة جديدة، هذه هما كاع راهم في العذاب كما قال ربي سبحانه: وهم يصطرخون فيها، راهم كاع في العذاب ويتألموا، لكن يشوفوا هذا المنظر يجتمعوا عليه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، يسميه باسمه يعرفوه، يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟
مش انت كنت في الدنيا تقولنا ديروا هذه حاجة مليحة وحاجة مليحة، وتنهانا عن المنكر تقولنا بعدوا على هذه وهذه وماشي مليحة. فيقول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: كنت آمركم بالخير والله بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أصحاب جهنم كي يتعجبوا يقولوا: ماشي أنت كنت في الدنيا تأمرنا بالمعروف وتقولنا ديروا هذه حاجة مليحة وهذه حاجة مليحة، وترغبنا وتقولنا بلاكوا بعدوا على هذه وبعدوا على هذه، تنهانا عن المنكر. يقول لهم: لا لا، كنت صح نامركم بالمعروف صح ما نديروش، وننهاكم عن المنكر صح نديروا، والعياذ بالله. يعني هذا من الناس اللي كانوا في الدنيا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من أهل النصح اللي كانوا ينصحوا. معناتها الإنسان ندعيه الله تعالى السلامة والعافية. إنسان كي أمر ناس بمعروف يجتهد يديره، وكي ينهى الناس على حاجة يجتهد يبعد عليها، يكون هو القدوة. وعلاش الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو القدوة؟ كي يقول الصحابة ديروا حاجة يكون معهم هو الأول، كي أمرهم بحاجة يكون معهم هو الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم في كل حاجة. كي يقول لهم خدموا خدمة معاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كي يقول لهم روحوا المكان الفلاني معاهم. القدوة. وهذه مهمة جدا، أن الإنسان اللي يكون يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون قدوة، ماشي الفعل تاعو يخالف القول تاعو. الوالدين كذلك مع أولادهم، ماشي تقول له وليدك ما تديرش حاجة وانت تديرها، والله تقول له ماشي مليحة هذيك الحاجة وانت تديرها. خاصة الكذب، يسمعك في التليفون تقول لواحد راني مشغول وانت قاعد في الدار، وليدك هو يسمع والله بنتك. قدوة سيئة. كنت آمركم بالمعروف، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا اللي يتعذب. كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. والله يجي واحد يحوس عليك تقول له وليدك روح قول له ما كاشو، والله كيما اللي يبعث وليده يشري له الدخان وهذه الأمور المحرمة طبعا، ومن بعد يتعلم وليدك يشري حاجة واحدة أخرى. لازم تكون تربية بالقدوة. كذلك الناس العلماء اللي ينصحوا الناس لازم يكونوا قدوة، ماشي ينصح الناس على حاجة يكسر لهم راسهم بحاجة ومن بعد في الدورة الأولانية يسكت والله هو يديرها، والعياذ بالله. والله ينهاهم على حاجة وهو يديرها، والله يأمرهم بحاجة وهو ما يديرهاش. صح الإنسان كلنا ضعاف، نقدروا نضعفوا. قال اليوم تهاونت على شيء، غلباتك نفسك على شيء، صح ما تكونش قدوة سيئة، لازم تكون قدوة. تجتهد الإنسان، يجتهد أنه يكون قدوة حسنة. إذا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لازم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في جميع المجالات. الناس اللي بوأهم الله تعالى المكانة تاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأمر بالمعروف، ما نش نقولوا يفسد والله يدير فتنة، ولكن يأمر بالمعروف في كل حاجة، ماشي يخير وين يأمر بالمعروف ويخير وين ينهى عن المنكر. كما هاد الايامات وانتشر واحد الفيديو تاع واحد شبه عالم، ماشي عالم على كل حال، وشبه إمام ماشي إمام، خاطر كان إمام وداعية وعالم ما يقولش هذاك الكلام، وكثير من الناس شافوه. شيء طبيعي. قال لك لازم تعلم، تقعد تعلم كيفاش تطهر من البول ديالك، أكرمكم الله، خاطر ربي يحاسبك. هكذا قال، ربي يحاسبك على البول، ما يحاسبكش على فلسطين. هذا آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهذا كنت حوس له فيديوهات قبل 20 سنة ولا 30 سنة، تلقاه كان مكسر راس الناس
على لازم توالي المؤمنين وتتبرأ من الكافرين، على لازم تجاهد في سبيل الله. دوكي ولات القضية واحدة أخرى، ولا يحوس يصيب الأسباب. خاطر هو كي قال هذا الكلام ماشي نيتو لله، نيتو لولي أمره ولا لولي نعمته باش يتقرب ليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حذرنا أي عالم أو إمام أو داعية بوأه الله المكان هذه، وهي مكانة خطيرة مسؤولية، لازم كي يأمر بالمعروف يكون قدوة، وكي ينهى عن المنكر يكون قدوة. والإنسان يدعي الله تعالى الثبات. أي شخص فينا راهو معرض للفتن، لكن على الأقل الإنسان إذا افتتن على الأقل يسكت ويحكم داره، على الأقل. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم زمن الفتنة، كي سألوا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الحديث المعروف، قالوا يا رسول الله رانا في خير، يكون شر؟ قال له نعم. قال لهم بعد خير ايه، ويكون فيه دخن خلطة. قال لهم بعد تكون فتن. قال له اعتزل هذيك الفتن، وليسعك بيتك، والله في شعاف الجبال غنم ترعى بها في شعاف الجبال. صح ماشي تزيد تهدر وتشارك في المنكر، وتزيد تولي تحب المنكر ترجعه خير، وتزيد تحب تجيب الأدلة باللي الناس اللي راهي في جهاد في سبيل الله راهي غلطة. هذا أعظم منكر، وهذا أعظم ممن يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه. اللي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تندلق أقتاب بطنه في النار فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. نسأل الله السلامة والعافية، ندعو الله عز وجل يثبتنا على القول الثابت في الدنيا والآخرة، وندعو الله تعالى أن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأن كي تكون الفتنة يثبت لثبت الله عز وجل، ويثبت الإنسان ليبحث عن الحق. فلهذا الإنسان يدعي السلام من الفتن، وإذا أصابته الفتن يدعي الله الثبات. خطر الثبات في الفتن هو من الله عز وجل، ماشي قفازة وماشي أي حاجة. ورانا نشوفوا الآن كثير من الناس كيفاش راهي تحب تزين الباطل باسم الدين، باسم الدين تحب تزين الباطل لأهل الباطل، والفساد والمنكرات على كيلومترات من المسجد الحرام ومن المسجد النبوي ومن المكان اللي مفضل، والناس ساكتة وما تقدرش تهضر، ويزيد يزين الباطل. مصيبة. ندعو الله تعالى الثبات والسلامة والعافية. في آخر درسنا ندعو عمي محمد السنوساوي، توفى هذا الأسبوع، هو كان من رواد المسجد ومن المحافظين على الصلاة في المسجد، وما شهدنا إلا بما علمنا. قبل ما يمرض ويتعب كان من المحافظين على الصلاة في المسجد. إن شاء الله الصلاة اللي كان يحافظ عليها والاجتهاد في الخطوات في المجيء للمسجد إن شاء الله تشهد له يوم القيامة، وكل واحد فينا راح تشهد عليه خطواته ولسانه ويديه، إما في الخير وإما في الشر والعياذ بالله، إما في الحسنات إما في السيئات. والإنسان كي يشوف الناس تموت، خاصة الناس اللي يعرفهم، يزداد عبرة أن هذه الدنيا قصيرة ما راهيش طويلة. ما يقولش إنسان مازال لي صغير والله مانيش مريض إلى غير ذلك. كن فيكون، أمر الله عز وجل. ورانا نسمعوا إنسان ما كانش مريض مات، إنسان لبس به مات، إنسان يوجد روحه ما يعرفش وقتاش يموت، على الأقل كاش ما يكون عنده شوية خير يلاقي به الله عز وجل. ندعو الله تعالى أن يرحم جميع موتى المسلمين، وأن يشفي مرضانا، وأن يتجاوز عن ضعفنا وتقصيرنا، والحمد لله رب العالمين.